عارفين ايه اكتر حاجة الناس بتندم عليها في حياتها؟ لا، مش الوزن اللي منزلش ولا الرسالة اللي كانت المفروض تتبعت. اكتر حاجة حسب دراسة في جامعة كورنيل هي الفرص اللي ما استغلناهاش، الوظيفة اللي ما قدمتش عليها، الشخص اللي ما كلمتوش، الاستثمار اللي ضيعت فرصته. الفرص يا جماعة عاملة زي الشنط في المطار، لو ما لحقتش تشيلها هتسافر لحد تاني. ورا اللقطة احنا مش بنتكلم بس عن الكواليس، احنا بندور على اللقطة اللي محدش شافها، والفرص دي بالظبط هي اللقطات اللي بتعدي من قدامنا. سنة 1976 كان في 2 شباب بيحاولوا يبيعوا فكرة جديدة، كمبيوتر تقدر تحطه في بيتك. عرضوا الفكرة على شركة كبيرة في الإلكترونيات. الشركة بصت لهم وقالت لهم كمبيوتر في البيت مين هيحتاج ده؟ النتيجة الشباب دول كانوا ستيف جوبز وستيف ووزنيك. الشركة اللي ضيعت الفرصة كانت اتش بي. ودي مش بس قصة عن جهل التكنولوجيا، دي عن إن الفرص ساعات بتيجي متنكرة ومش بتبان إنها مهمة. علميا مخ الإنسان بيتكون من جزئين كبار، مخ البطيء سلو برين ده المسؤول عن التحليل والمقارنات والتفكير وبياخد وقت في التفكير. الجزء التاني وهو المخ السريع الفاست برين، ده بياخد القرارات اللحظية، زي لما تلاقي عربية جاية بسرعة عليك فتتحرك بسرعة عشان ما تخبطكش. المشكلة ان الفرصة ساعات بتعدي بسرعة والمخ البطيء اللي هو السلو برين ما يلحقش يقولك دي فرصة عظيمة. في دراسة من جامعة هارفارد اكتشفوا ان الاشخاص اللي عندهم قدرة اعلى على اتخاذ القرارات تحت ضغط بيستغلوا فرص أكتر بنسبة 35% عن غيرهم. الموضوع زي لما تكون ماشي في مول وتشوف تخفيض 90%، ولو ما خدتش القرار فورا تلاقي الست اللي كانت جنبك خدت آخر قطعة. طبعا كلنا عارفين أرشميدس، الراجل اللي كان بيستحمى وفجأة اكتشف قانون الطفو. طبعا ما استناش وقال لك لبكرة، لأ، جري في الشارع عريان وقعد يقول يوريكا. محدش عارف مين يوريكا أصلا. طبعا كلنا عارفين مارك زوكربيرج، جات له فكرة الفيسبوك في الجامعة واشتغل عليها فورا وما استناش حتى لو كانت مشروع جانبي. وقصة راجل أعمال صغير اشترى أرض في وقت الناس كانت كلها خايفة تشتري فيه، بس بعد 5 سنين بقى ملياردير. طب ازاي اصطاد الفرص دي أو أبقى صياد فرص؟ أول حاجة درب مخك على القرار السريع، خد قرارات صغيرة بسرعة كل يوم، حلل بعد التنفيذ مش قبل، يعني جرب بعد كده شوف انت كسبت ولا خسرت. وسع شبكة علاقاتك لأن غالبا الفرص بتيجي عن طريق الناس. خليك دايما جاهز زي لعيب الكرة اللي واقف قدام الجون والكرة ممكن تجيله في أي لحظة. وآخر حاجة اسأل نفسك سؤال واحد، لو قلت لأ هل هتندم بعد سنة؟ في النهاية الفرصة مش بتختفي، الفرصة بتروح لحد تاني. ومش كل فرصة بتكون متألقة وعليها إضاءة، ساعات بتكون لابسة لبس عادي جدا بس محتاجة عين تدور عليها. واوعى تنسى، الفرص مش حظ، دي مهارة، ومهارة ممكن تدرب نفسك عليها. سلام ونشوفكم الحلقة الجاية.